اليوم كارثه في الجزائر، كرهنا والله كرهنا، كل يوم نسمعوا حكايه. الاولاد ديما يخلصوا. الفاجعه اللي وقعت في غردايه، اب عنده 4 اطفال، متزوج، خلافات مع المراه تاعو. اسمعوا مليح الحكايه. ساكن في غردايه، عنده مشاكل ماديه، ما قدرش، ماوش لاحق، حياه غاليه في الجزائر، هذه واحد ما يقدر يخبيها. عنده 4 اولاد ما شاء الله. اولا الاولاد نعمه من عند الله، هذه الاولى. ثانيا الاولاد لما قدرتش عليهم الاولاد ديرهمش، هذه هي. هما ما طلبوا منك والو، هما ما طلبوش منك انهم يجيو الحياه ويعيشوا. انت مادامك جبتهم انت اللي مسؤول عليهم. يدير عنده مشاكل مع المراه تاعو، مشاكل ماديه، وكبرت الحكايه وبلا بلا 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 بلا، يحكم بدون نيسونس، يخسر عليهم بدون نيسونس ويحرقهم. 4 اولاد ماتوا محروقين، ابشع موته. هذا انسان مختل، هذا انسان مجرم. الناس ضرب ولادها ويعطيهم الضرب لما قراش، ويعطيه الضرب اللي ما دارش. الولد يكبر بالحنانه والكلمه الطيبه، اوكي، ماشي يكبر بالضرب، ماشي برهوش. مام الحيوان وما يتضربش، الحيوان وما عندكش الحق تضربه. الحيوان ضربوا الاولاد ويتهجموا على الاولاد، لانه الاولاد لا حول ولا قوه. الاولاد ما يقدروش يدافعوا على روحهم، الاولاد ما عندهم حتى كلمه مساكن. الاولاد عنده وين يروح، طفل صغير ما عنده وين يروح، تحت الرحمه تاع الوالدين تاعو. هذا راه تم اعتقاله من طرف الدرك الوطني، وقال لك الحمايه المدنيه هي اللي اكتشفت الجريمه النكره، هما اللي اكتشفوا هذه الجثث. الله يرحمهم هاد الاطفال، الله يرحمهم هاد الاطفال، الله يرحمهم.